اخوتي، انا راه طالقه العود. شفتوا معايا درت المسكه الحره، راه غتشوفوا معايا في الشورت ديال هذا. راه دقيت المسكه الحره مع هذا، مع واحد قبيصه السكر. هنا راه درت شويه د القبيصه د الملح. صافي دابا غنبقى نخلط هكا. من بعد ما خلطته عاد غنزيد عليه العسل والسكر كلاصي على حسب المقدار ديال كل واحد اخوتي. ما شاء الله الريحه راه عاطيه في الطبقه فين انا كاينه والطبقه اللي تحت منا، عاطيه الريحه ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. ايوا دابا غنبقاو في دلك معك هادشي فاش غنبقاو. خليكم معايا. راه الصراحه باش نصور وباش ندير هادشي والله العلي العظيم اللي اش غنقول لكم، واحد كيتلف. حقا نسيت ما قلتش لكم، هنا راه درت القشور ديال اللوز. فاش قشرته عاد فاش حطيته حتى كرمل البارح، كرم ونشف مزيان باش مني تقليوه يجي مداير. المهم انا يلاه قليتو يلاه طحنتو. عاد دابا انا راه البارح فسختو، البارح درت. المهم القشور ديالو شديتهم حمصتهم في الفران حتى تحمصوا مزيان، ومن بعد عاد دابا طحنتهم نيت في الطحانه. عاد راه كنخلي اللوز، ها نتو شوفوا راه خليت واحد الكمشه تبارك الله كبيره د اللوز مني قليت. كمشه هكا غير مهرمشه هرمشتها غير بيديا هكا، هرستهم غير على النص تقريبا. صافي ودرت. هو المهم خليكم معايا غتشوفوا كلشي في الفيديو من بعد. صافي كيف شفتوا معايا خلطتها، خويت عليها. راه ما كاملاش هذه ديال العسل حيت انا ما كنديروش حلو بزاف وما كنبغيش ناقص من الملحه، المهم يكون مخلط. المهم زدت عليه هنايا دوزت سخنت الزيت ماشي بزاف حيت ما مزيتش بزاف، حيت كتشوفوا معايا هاك ما زيت ما تخطختوش بالزيت بزاف. هنا سخنت الزيت كيف كتشوفوا معايا. انا كندير ديال نوار الشمس. ها هي هذه، جبت هذه هكا باش نعرف شحال دا ليا ديال الزيت. المهم كيف كتشوفوا معايا اللوز ها هو هكا صاين خليته فيه، ها هو كيف كتشوفوا معايا هكا صافي. والزيت اللي شاطت ليا ديال اللوز اللي ليا كندير فيديو ماما واحد شويه ونهضر معاك. والزيت اللي خليت فيها اللوز حتى هي خويتها هنايا باش ما يجيش مزيت بزاف، ما يجيش زعما يجي هو هذاك. ايوا المهم اخوتي بصحتي وبصحتكم عقبال الشباكين تلاقاو. الى نال الاعجاب ديالكم الطريقه اللي كندير وطريقه باش كان زعما انا درتها على الطريقه العيساويه كيف كتشوفوا الريحه ديال العود. مهم ودرتها بكاع القوام ديالها الحمد لله كيف كنديروا كيف وراتني امي على حقه وطريقه كدير الصفوف او لا سلو كيف كيقولوا. كل منطقه في المغرب شنو كتقول. درت فيه كاع القوام ديالو الحمد لله. حنا كلشي هنايا في تركيا كلشي موجود، وانا عزيز عليا التقاليد المغربيه نديرها كالواجب في اي مناسبه عندنا حنايا. حيت حنايا الحمد لله المغرب عندنا، نهز معكم كمان نشوفكم وتشوفوني. الحمد لله حنا المغرب كنفتخر بنفسي انني مغربيه. عندنا تقاليد، عندنا في اي مناسبه كنديروا شحال من حاجه. فاي حاجه انا كنبغي نديرها واخا انا ما كايناش في المغرب. عواشركم بروكا بطول العمر وبالصحه وبالعافيه وباش ما تمنيتو، وقولوا لي بصحتي وبصحتكم. ونتمنى حتى نتوما يا ربي الحبيب ما كرهتش تذوقوا معايا هاد السفوف ولكن كاينين الحباب، كاينين جيراني، كاينين صحاباتي، كاينين الحباب ديالي. اش غنقول لكم، عواشر مبروكه والله يدخل علينا وعليكم وعلى جميع أمة محمد شهر رمضان الكريم بالصحة وبالسلامة. ما نطولش عليكم، أنا شوية مرتبكة شوية زعما هكا حيت عييت شوية، ولكن الحمد لله على كل حال. ما تنسونيش من اللايكات، ما تنسونيش من لي كومونتير الزوينين بحالكم الزوينات ديالي. جود باي. يلا جاب لي هاد المقيله
وصيتها عليه هذيك اللي فيها جوج الجهات، قلت ليه عافاك جيبها ليا قبيله. هذه ديال شي واحد مع ثقيله، شي واحد يطلع لك الزعف عطاها لمو الراس. والشيتا داك الشيتا اللي عندي خسرات صافي، تكالت ليا كاع بزاف من هنا صافي. وليت كندير هذه حيت انا الورقه الصراحه ما كنشريش. هذه 350 هاد المقله. هاكي طاق يلا انا مسكتها لك صافي. هادشي اللي كاين الزين ديالي. لا انا على اليوتيوب قلت لك ما تسالي دخلي شوفي ديال اليوتيوب، حيت انا اليوتيوب في خبارك كنهتم به اكثر من كنهتم بالتيك توك في خبارك. ها هو لالا عليك السفوف ديالي فيه 5 كيلو، قول 6 كيلو قل 100 غرام، قل 120 غرام. 6 كيلو قل 120 غرام تبارك الله اللي صايبت فيه. انت كتشوفي راه اللوز، ها هو اللوز كاع كيبان لك هنايا، راه درتو زعما عرفتي جلديد ما شاء الله. شوفي جلديد ما شاء الله قسما بالله يا خيتي. كون كنتي حدايا وريحته ما شاء الله كتفوح.